صرح رئيس احتلال سوريا إن عدد القتلى 17,515 مفقودين و32,000 معتقلين. فماذا تقولين يا عاهر؟ ماذا أقول؟ هم رموا حالهم أمام المدافع والدبابات. كل العالم يعرف ذلك. لا يهمنا كم يموت من السوريين والمسلمين. يفرحنا النهب وقتل السوريين المسلمين. ومع احتمال قتل السوريين وافقنا على اتفاق الجامعة العربية، لأن خايفين ومرعوبين من الزلزال بنصير نقتل الناس بالمعتقلات بدل الشارع. ألموهم نبقى في الحكم على رقبة السوريين ورقبة العرب. ما رأيك في المعارضة أيتها الخنزيرة؟ المعارضة في الداخل مصيبة كبيرة ومخيفة. لا أفهم شو يصحهم. ما بنام بالليل من وجعي، كأنه في خازوق حديد عم يدخل فيني. صار لنا 40 سنة عما نضحك عليهم. شو يصحهم؟ هذه مؤامرة على النظام وحارق قلبي غير هالة نسيقيات. على ذكر الخازوق، هيئة الثورة في الداخل تقترح إعدام رموز النظام الإجرامي على الخازوق. لماذا تريد العلمانية وأنتم بصيرية؟ حتى نغطي على النظام الطائفي. ضحكنا عليهم 50 سنة. لا أفهم شو يصحهم. نحن نصيرية وغيرناها إلى علوية، وكنا متأملين يضل الشعب السوري خدم عنا. نحن الأسياد النصيرية، وهم المسلمين الخدم والعبيد. نسجنهم ونقتلهم ونأخذ أموالهم على كيفنا. نحن حرين والله ما بيعجب نقتله. هل صحيح سرقة والذهاب من البنوك يا جرذان المجاري؟ هاي مو سرقة. هذه أموال بشار وماهر وباقي العيلة. كل أموال سوريا تبعنا. كل أموال البلد هي أموالنا. المهم نظل على رقبة السوريين المسلمين وعلى رقبة كل العرب. لا نريد تدخل خارجي. دعونا نقتل السوريين ونقتل المسلمين. أنا وإخواني في حزب اللات وإيران سوف ندمر المسلمين. سوف ندمر المسلمين. نحن العلويين النصيرية. أنا وإخواني في حزب اللات وإيران نريد احتلال سوريا، ونريد احتلال باقي الدول العربية. وإن شاء الله جايكم الزلزال. أنتي وبشار وماهر والباقي راح تنعدموا على الخازوق. حمص باب عمر، يوم الخميس بعد قرار الجامعة العربية. باب عمر تقصف.